الفضاء والمشاركة فرق ولاية بومرداس في الكأس الوطني التي جرت مؤخرا بولاية البيض، والتي عرفت طبعا مشاركة تألق الفرق البومرداسية في هذا الاختصاص في هذه المنافسة الوطنية التي جرت كما قلت بولاية البيض. طبعا وللحديث عن مشاركة ونتائج المحققة طبعا الجديد بالنسبة لفرق ولاية بومرداس، والتحضير ربما كذلك للبطولة المقبلة المقررة بالعاصمة يوم 5 و4 و5 من شهر جويلية المقبل. إذن أتشرف باستضافة مدرب فريق نادي اتحاد فوفينام لولاد موسى سيد مريش. احمد نقول لك مساء الخير احمد ومرحبا بك. مساء الخير سي يوسف، مرحبا بالمستمعين الكرام، شكرا للفتة الطيبة في إذاعة بومرداس. شكرا كذلك سيلتحق معنا بنا بعد قليل المدير التقني لرابط بومرداس للفوفينام في فضاء والمدرب والبطل العالمي صابر قندوزي، وكذلك مدرب فريق نادي فوفينام خميس الخشنة سيد امين ماضي. اذا نبدا معك طبعا سيد مريش احمد، مدرب نادي اتحاد وفينام لخميس ولاد موسى عفوا، في انتظار التحق كل من صابر قندوزي وامين ماضي. في البدايه كيفاش تقيم ربما مشاركه فريق ولاد موسى في هذه المنافسه الوطنيه التي جرت مؤخرا بولايه البيض؟ طبعا شوف، اوليا المشاركه هذه كانت المشاركه الاولى لكل الرياضيين. اغلب الرياضيين عندنا رياضي واحد شارك في البطوله الوطنيه اللي قامت في اول العام. بالنسبه للمشاركه الاولى لاحظنا باللي كاينين نتائج جد ايجابيه، مش واحد يشارك في بطوله. طيب تحدث عن نادي ولاد موسى ولا فرق ولاد بومرداس؟ اغلبيه الرياضيين، قلت لك رياضيين اول مشاركه لهم في منافسه وطنيه، تسمح يتلاقى برياضيين ربما ابطال سابقا طبعا 3 مرات 4 مرات، يعني صعيب مش نحي لهم اللقب هذاك، ديجا صعيب مش تنافسهم. وشفنا نتائج ايجابيه. عندنا رياضي تحصل على المرتبه الثانيه اختصاص منازله، اول مره ليه، مش الحق للمرتبه الثانيه، كان جاز على 3 منازلات، والرابعه هي على المرتبه الثانيه. عندنا اختصاص تقني فانتون 6 اشخاص تحصلوا على المرتبه الثالثه، انتزعوا المرتبه الثالثه النادي ميلا اللي كانوا دائما في المرتبه الثالثه. ولا البوديوم تاع فانتون 6 اشخاص، ولا المرتبه الاولى خميس خشنه، المرتبه الثانيه خروبه، زادت لحقتهم ولاد موسى، تسمى بوديوم تاع هذه الاختصاص، ولات في 3 بومرداس. وهذه حاجه كبيره، تسمى واش راح تولي الخدمه، تولي تنافس في ولاد بومرداس قبل ما طلع الوطن. ربما يكون التنافس بين فرق ولاد بومرداس، تولي تنافس في ولاد بومرداس قبل ما طلع الوطن. عندك 3 هاد الزوج لازم تربحهم، طلع الوطن اكثر من يطلع. تسمى منافسه في بومرداس جد قويه. طيب يعني التألق تاع فريق ولاد بومرداس هو راجل ربما للتحضير الجيد قبل المشاركه. طبعا عندنا تربصات المواهب الشابه اللي كانت مكثفه تقريبا مرتين في الاسبوع، في حصص مختلفه، في قاعات مختلفه، مدربين اللي قايمين عليهم 5 مدربين. هذيك اللي خلات المستوى يطلع ويولي التنافس في ولاد بومرداس اكبر من تشوفوا شغل اكبر من الكاس الوطنيه، ثم وين تكون الخدمه اكثر. طيب احمد، نرحب اذا بالمدير التقني والمدرب الوطني طبعا لرابط بومرداس للفوفينام سيد قندوزي صابر. يقول لك مساء الخير صابر ومرحبا بك. مساء النور خويا يوسف، مساء النور على جميع مستمعي ولاية بومرداس. نظن كنت في تربص مع المنتخب الوطني. اكيد حصه تدريبيه مع المنتخب الوطني. طيب اذا نقول لك مرحبا بك اذا صابر. طبعا كيفاش ربما تقيم مستوى البطوله على العموم بالنسبه التي جرت مؤخرا بولايه، وخاصه بالنسبه كما قلنا تحدثنا من قبل، يعني تألق فرق ولاية بومرداس في هذه البطولة الوطنية للفئة الشبانية؟ والله تقييمنا على شكل العام على مستوى البطولة الوطنية بولاية البيض كان تنظيم جيد، بطولة رائعة بكل المقاييس، التحكيم كان مستوى رائع جدا، خاصة وأنه معظم المباريات التقنية كانت تشرف عليها أساتذة من
الاساتذه الدوليين وحكام دوليين ايضا، مما اعطى المنافسه طابع دوليه. اما في خصوص مشاركه ولايه بومرداس، نظن انه المشاركه والنتائج كانت متوقعه، لانه بدايه الموسم هذا كان تصدير برنامج من طرف المديريه التقنيه، بحيث تم اعاده هيكله بعض اللجان على مستوى الرابطه، واليوم الحمد لله نشوفوا اول ثمار. كانت استراتيجيه استحداث لجنه المواهب الشابه من اجل متابعه وتكوين لمدة 4 سنوات، من أجل إعطائنا أبطال دوليين أبطال عالميين إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله العهدة الأولمبية هذه نشوفوا فيها نفس جديد ونتائج إيجابية لولاية بومرداس وأنديتنا، خاصة وأننا لاحظنا أن هناك تسرب. معظم الرياضيين نشوفهم يتألقوا على مستوى البطولة الوطنية في صيف الأواسط والأكابر، جيلهم من مدارس ولاية بومرداس، وهذا شيء إيجابي من جهة، ومن جهة أخرى يمنحنا أننا لازم نعود نراجع استراتيجيتنا من اجل الحفاظ على الطاقات الولائيه، من اجل رفع ولايه بومرداس، من اجل رفع انديه ولايه بومرداس، وهو ايضا مدرج ضمن برنامج الحفاظ على منتوج مدارسنا على مستوى ولايه بومرداس، لانه ما يخفاش معظم النتائج تخرج من بعض الانديه على المستوى الولائي هي الانديه اللي انتهجت طريق مدرسة للتكوين، وهي طريقة بيداغوجية. أول شيء أنه نبحثوا وين كان المكان المناسب، بحيث أنه أول شيء أول عتاد بيداغوجي نحتاجه هو مكان تدريب مستقر ودائم، من أجل بعث تطوير وتكوين الرياضيين لمدة سنوات متقدمة، لأنه الاعتماد على بعض صالات التدريب اللي نحصلوا فيها على حصص تدريبية لمدة 1.5 ساعة، مدة حصتين في الأسبوع، حتى السنة القادمة يكون فيه منافسة في الحصص التدريبية، نلقاو هذاك التكوين نكونه في 2 و3 سنوات، يولي النادي ما عندوش حصص تدريبية، وهذا يعني ضايع جهد وضيع مال وضيع مدة سنوات من التكوين اللي تخلي هذاك النادي يعاود يرجع للوراء، يعاود يصعد. وهذا الشيء اللي الحمد لله احنا في ولاية بومرداس لقينا فضاءات. واليوم مؤخرا استحدثنا مدرسة بوبينام لأولاد موسى، بلدية ولاد موسى، وفي هذه المناسبة نشكر السلطات المحلية على دعمها الدائم وعلى توفيرها يعني الثقة اللازمة في شباب ولاية بومرداس ليعتمدوا المنهج الجديد، وهو تأسيس مدرسة بوبينام، وبعد منحهم مساحة تدريب مستقرة. اليوم نشوفوا ونتشرفوا أنه نادي بوبينام في ولاد موسى يتحقق بالركب، ولا عنده رياضيين على المستوى الوطني. ما يخفاش انه الجزائر هذه السنه في الاتحاديه تلقات الموافقه من طرف وزاره الرياضه من اجل تنظيم الدوره الدوليه للانديه في الجزائر، ونظن انه هي محطه جد مهمه ولازم نعملوا عليها باش نكونوا في الواجهه. ان شاء الله ولاية بومرداس عندها اكبر حظ من الميداليات ان شاء الله. اذا كذلك تشرف باستضافه مدرب بوبينام خميس الخشنه سيد امين ماضي، ورئيس لجنه التكوين او لا كشف المواهب بالنسبه على مستوى الرابطه المعنيه. طيب امين، نقول لك مرحبا بك. الله يسلمك اخي يوسف، مرحبا بنا عندكم في اذاعه بومرداس، ونشكركم على الاستضافه هذه الدعوه. طيب بالنسبه للجديد لفريق خميس الخشنه في المنافسه في البطوله او في الكاس الوطنيه التي جرت يعني في ولايه البيض. الحمد لله اخي يوسف، النتائج هي اللي تعلم، كما يقول لك هي اللي تحدث يعني كما يقول لك جامي صارت يعني نادي في صنف الاشبال تحصل على 10 ميداليات ذهبيه. الحمد لله هذا كل هذا جاب بالعمل الجاد والمثابره، والحمد لله يا ربي، ومازال ان شاء الله نزيدوا بارك. طيب امين، ربما كما قلت يعني النتائج اثبتت انه فريق خميس الخشنه في كل مره في كل منافسه في كل يعني دائما في الواجهه. لمن يرجع هذا؟ هو للعمل المستمر لتأطير او ربما نقدر نقول المواهب الموجوده ولا الرياضيين الموجودين في هذا الفريق، يعني كما يقول لك متكونين يعني بصراحه. النجاح يعني ما يجيش من واحد ولا اثنين، النجاح كما نقول كاع نسالوا فيه، سواء رئيس نادي سواء اداره سواء طاقم فني سواء طاقم اداري رياضيين اولياء رياضيين. يعني النجاح ما بالك انا نقول لك نسال فيه بالك 5%، يعني كاع نسالوا في النجاح هذا، وكامل كما يقولوا خدمنا وعملنا باش نحققوا النتيجه هذه، وكانت عندنا كما يقول لك يد واحده
واللي هي الحفاظ على اللقب للمره الخامسه على التوالي بنفس الرياضيين، وكما يقول لك بعدد 13 رياضي في صيف اشبيليه تحصل على 10 ميداليات ذهبيه، يعني ماشي حاجه سهله. كلهم تحصلوا على الميداليه الذهبيه في الكاس الوطنيه. يعني هنا وني نخليكم ربما تفضل صبر. انا حبيت نزيد على واش قال الشيخ امين. ما يخفاش انه نادي فوفينا في مسخشنا اليوم يتمتع باقبال كبيره في بلديه خمس خشنه. السلطات المحليه الحمد لله واقفين ومدعمين النادي، حتى المشجعين يعني سكان المنطقه. اصبحت رياضه الفوفينا هي رياضه شعبيه كلهم يشجعوها. من جهه اخرى ما يخفاش انه حتى الانديه على مستوى ولايه بومرداس اللي خلقت فضاء منافسه جد فعال والمستوى العالي، خاصه من خلال دورات تدريبيه الخاصه بالمواهب الشابه، وهي اللي كانت استراتيجيه رابطه من اجل بعث المنافسه الدائمه. اليوم نقدروا نقولوا بطوله الكاس الوطنيه السنه الماضيه تحصل نادي فوفينا خمس خشنه على 3 ميداليات ذهبيه وكان حامل اللقب. واليوم في هذا الكاس 10 ميداليات ذهبيه، يعني النتائج كانت بيداغوجيا واضحه وتفوق واضح، وتاثر ايضا على الانديه الولائيه. كنقولوا حنايا شركه شباب خمس خشنه، نادي فوفينا ولاد موسى، النادي الرياضي خروبه ونادي فوفينا خمس خشنه، هادو 4 انديه من ولايه بومرداس مسيطرين على المراكز الاولى في البطوله الوطنيه. هذا دليل على انه كاين عمل قاعدي تقوم به هذه الانديه، والتنافس اللي راه موجود بين هذه الانديه هو يخلي المستوى يطلع للدار. طيب صبر، ذكر هذه الانديه ولا هذه الفرق، يعني كل الفرق من الجهه الغربيه لعاصمه ولايه بومرداس، يعني علاش ما كاش من الجهه الشرقيه؟ والله هذه تعود تولي الظروف. كانت اللبنه الاولى هي بلديه خمس خشنه اللي احتضنت المشروع فوفينا. كانت الناس ما تعرفش تنطق اسم رياضه الفوفينا. بعدها اصبحت اليوم رياضه الفوفينا في بلديه خمس خشنه رياضه شعبيه وانطلقت البلديات المجاوره لها، وهذا الشيء منطقي. احنا اليوم على مستوى الرابطه استراتيجيه اخرى من اجل توسيع الممارسه على 32 بلديه باش نكونوا كرياضه شعبيه في ولايه بومرداس من شيء البلديه. طيب احمد، يعني مريش كمدرب لفريق ولاد موسى، هو جديد هذا الموسم، يعني لاول مره كما قال صابر يعني تاسيس فرع لرياضه الفوفينا في فوضى على مستوى هذه البلديه. الشيء اللي خلاكم ربما انت كمدرب فكرتوا ولا تاسسوا هذا الفرع في ولاد موسى؟ احنا ما درناش تاسيس فرع، كان عندنا فرع قديم لكن توقف، عاود رجع الفرع فوفينا في ولاد موسى. الشيء اللي خلاكم يعني توقف بعد يعاود يرجع؟ شو الحاجه الاولى اللي خلاتنا نعاودوا له هي حبا في الرياضه، رياضه الفوفينا. ما حبسنا من 2018 مازلنا مارسنا حتى رياضه حتى 2022. شغل ما كان حتى رياضه اللي تسييها ولا ما حتى رياضه تلقى فيها راحتك. عاودنا ولينا فتحنا الجمعيه تاعنا اتحاد فوفينا ولاد موسى في 2022. تقدر تقول عاودنا من الصفر، تم الرياضيين ما كاش، مدربين ما كاش. الان رانا في واحد المرحله اللي هي اعاده بناء فريق. النتائج قبل كلش رانا في اعاده بناء فريق. لحقنا وين عندنا مدربين 10 مدربين، مدربه خاصه بالاناث. الرياضيين رانا لاحقين تقريبا 450 رياضي. رانا لاتين بالجانب التكويني اكثر، تكوين المدربين، تكوين في الاسعافات الاوليه، عندنا تكوين الحكام. يعني نستغلوا في كل المراحل باش يكون عندنا فريق متكامل. كي يكونوا عندنا هذو الامور كاع نبداو نركزوا تركيز تام على الجانب تاع النتائج والبطولات نحطوا تما كاع تركيزنا تما ان شاء الله. طيب يعني كما قال صابر، ربما لقيتوا الدعم من السلطات المحليه لولاد موسى، وكذلك ربما يعني دعم كذلك من الرابطه المعنيه على راسهم المدير التقني صابر قندوس. في بلديه ولاد موسى فتحت لنا الباب قاعه، يعني ما كناش ننتظروا فيها. قاعه رياضيه خاصه بالفوفينا فيات فوضى، جهزناها وجدناها، والان يتحمل اكثر من 450 رياضي و11 مدرب. تما غاشي عظيمه وتما تقدر. وحنا عندنا مشروع مدرسه اولين، عندنا اكاديميه مدرسه خاصه كيما بداتها خميس الخشمه. مدرسه فوفينا اول مدرسه واخر مدرسه، ربما يكون تنافس كبير. ما كاينش مدرسه ثانيه. ان شاء الله نكونوا حنا المدرسه الثانيه وكيف من ولاد بومرداس ان شاء الله. طيب امين ماضي كمدرب يعني رئيس لجنه يعني المواهب على مستوى الرابطه المعنيه، هل تشوف انه هذا الانجاز المحقق بالنسبه لكم يعني هو راح يزيد لكم يرفع لكم المعنويات ويخلي يزيد اقبال من الشبان على هذه الرياضه؟ اكيد.
اخي يوسف. نقول لك ليش المواهب شابه الموسم هذا وين انطلقت وين لحقنا 22 تجمع خاص بالمواهب شابه. كما يقولوا النتائج ما جاتش يعني. طيب شحال عدد الرياضيين اللي شاركوا من فريق تاع خمس خشنا في هذه البطوله في الكاس الوطني؟ كاين 33 رياضي شارك في هذه البطوله، صغار واشبال. وجدت مواهب شابه اللي ولات بومرداس شاركت حوالي 98 رياضي في الكأس الوطنية هذه. وما يخليكش الحمد لله ولاد بومرداس حصل على المرتبة الأولى للمرة بالغ أكثر من 6 مرات بمجموعة 14 ميدالية ذهبية. يعني هذا الشيء يشرف، وما زالت ناخذ خدمة كبيرة كما كان يقول الأستاذ. كاينه دوره دوليه خاصه بهذه الاصناف اللي راح نزيدوا نعملوا اكثر واكثر واكثر باش يعني نديروا نتائج جد ايجابيه ان شاء الله في الدوره الدوليه هذه. والدوره الدوليه هذه بمثابه بطوله عالميه ماهيش حاجه بالسهله، يعني راح تنافس الفيتناميين، راح تنافس يعني عده دول متالقه في هذه الرياضه. وكما يقولوا احنا ما كاينش حاجه اللي زعما اللي راح تعقلنا ولا راح تخوفنا باش ننافسوا هذو. راح نديروا الكل اللي علينا ان شاء الله. كما يقولوا احنا رياضيين تونا عطينا لهم يعني راحه لمده اسبوع، ومن بعد نديروا تجمعات التربصات المغلقه هذه ونحضروا الدوره الدوليه. طيب بالنسبه للتكوين، هل هناك برنامج مسطر بالتنسيق مع الرابطه بالنسبه لفريق خمس خشنه؟ اكيد هناك. ولا عندكم انتم برنامج خاص بالفريق ولا لازم يكون تنسيق بين الرابطه والفرق المجاوره؟ لا الرابطه يعني تشمل هي اللي تعطيكم ربما البرنامج ما دام انت راك في الرابطه ومدرب في نفس الوقت. اكيد يعني نحكوا على المواهب الشابه. يعني طبعا المواهب الشابه كاينه لجنه. يعني اللجنه هذيك كما يقولوا نديروا اجتماع. تفضل المواهب الشابه نحضروا باش نديروا برنامج تاعنا، يعني باش نديروا البرنامج تاعنا. اكيد راح تكون معنا رابطه اللي تعاون. طيب اكيد يعني الهدف يبقى هو التألق، يبقى يعني جلب استقطاب اكبر عدد من الشبان لهذه الرياضه. الان بالنسبه لفريق يعني فريق اولاد موسى، القاعه موجوده، الاقبال موجود، الشيء اللي يخلي ينقص في هذا الفريق باش تألقوا وتحققوا ما هو مسطر مستقبلا؟ الان شوف بقات لنا الخدمه التركيز الواحد اللي عندنا دوكا التحضيرات. تحضيرات للبطولات القادمه اللي يكون جديد ان شاء الله بالنسبه في البطولات المقبله المبرمجه لاحقا. الان شوف التركيز تاعنا وكاع التحضيرات. العام الجاي ان شاء الله كاينه حتكون نتائج جد ايجابيه ان شاء الله. حيكون عدد رياضيين كبير اللي حيدخلوا. ما يخفالكش دخلنا ب 13 رياضي في الكاس الوطنيه. ما دخلناش بعدد كبير. الشيء اللي خلاكم تدخلوا ب 13 فقط علاش؟ نقص تحضيرات. يعني اختيار العناصر الاكثر جاهزين. المحاضرات جيده طبعا، وكانت الحصص مكثفه يعني تقريبا شهرين حصص يوم بيوم. تحضيرات جد مكثفه. بصح العام الجاي ان شاء الله حيكون ان شاء الله النتائج جد ايجابيه. انا طيب صابر قندوزي، كذلك بالنسبه في هذه البطوله الاخيره التي جرت بولايه البيض، حتى ربما التحكيم كان عدد كبير من هذه الولايه، من ولايه بومرداس. يعني اكيد اخي يوسف، واش انا حبيت نعاود نرجح لما قالوا لما تكلموا فيه المدربين. نقول لك بلي هناك تصور شامل وصوره واضحه واستراتيجيه مبنيه على مستوى الرابطه من اجل تحفيز ودفع هذه الانديه الى خوض مشوار ولا غمار. طيب ابرز النقاط بالنسبه لهذا البرنامج اللي تحدث عليه صابر قندوز؟ اكيد بيقول التركيز اولا على طريقه صحيحه في التحضير من اجل بعث تحضير متواصل ومتكامل، لانه نقولوا تكوين بطل عالمي ما راحش يتكون لك في سنتين، لازم لك على الاقل برنامج 4 سنوات فما فوق. ولهذا اول شيء هي وقع التدريب. نهار يتوفر عندنا الوسائل البيداغوجيه من ثم تنطلق التحضيرات تاعنا، حتى انه نادي فوفينام ولاد موسى اليوم يتكلم بصوره واضحه عنده، لانه شاف المشروع من قبل وشافوا النجاح وشاف النجاح، واليوم يمشي في نفس الاستراتيجيه تاع الرابطه من اجل توسيع المدارس على مستوى الولايه. وانتقلنا دوكا لمرحله اخرى من اجل التكوين والمحافظه على التكوين، لانه احنا كونا ويتسربونا يروحوا الانديه اخرى محترفه اكثر، يعني امكانياتهم يتلقاو مبالغ ماليه والناس يتنقلوا سي نورمال. ولكن احنا ان شاء الله نلقاو حلول اخرى من اجل
الحفاظ على تكوين الانديه، لانه المدارس لو ما نحافظوش عليها حتى المدارس حتفشل، لانه حتبذل جهد كبير وتبذل اموال كبيره من اجل تكوين الابطال. بعد بروزهم نشوفوا تسرب يروحوا منا ومنا، حتى المشرفين والمكونين راح يكون عندهم نوع من الاحباط. انا هذا الشيء اللي لازم نحافظوا عليه ونخليو الانديه تاعنا تكمل تواصل. اخي يوسف، كانت عندنا اجتماع المديريه التقنيه على مستوى الرابطه في بدايه الموسم، ما يخفاش باش يكون المستمع كاذب على باله باللي رابطه بومرداس اليوم رانا في السنه الثالثه ما عندناش اعتماد، لانه كان عندنا اشكاليه في التغيير تاع استقاله الرئيس وتغيير المكتب، وما عندنا بعد السيكل الاولمبيك. اليوم باش استخدم الاعتماد يعني في الدقائق الاخيره، والحمد لله نهني جميع الرياضيين والمدربين والمشرفين على مستوى الدولة. يعني يخليكم تتعاملوا في يعني بقوه القانون وفي اكثر وبالدعم اكيد انه السلطات المحليه والولائيه ما راحش يدخلوا علينا بالنشاط. هاي كل هذا البرنامج وهذه النشاطات هو بامكانيه ماشي محدوده تماما، الا انه رؤيه تاع هاد الشباب وهاد المؤطرين والمدربين كانت طموح عالي ورؤيه كبيره وحابين يوصلوا. اليوم خدمنا موسم كامل بتنسيق منسجم، تم إعادة هيكلة الرابطة من جانب التحكيم، واليوم عندنا 7 حكام وطنيين يشاركوا في تغطية بطولات وطنية، وإن شاء الله يكونوا في المستقبل حكام دوليين وعالميين من جانب، لأنه التحكيم هو العمود الفقري تاع الاختصاص، لأنه التحكيم جيد واحد من حق اختيار أحسن الرياضيين من أجل المشاركة في البطولة الوطنية. كان عمود فقري للرابطة والحمد لله نجحنا في هذا الموسم من جانب لجنة مواهب شابة، هي لبنة اللي راح توقف عليها الرابطه، لانه بعد 4 سنوات راح نلقاو عندنا عناصر في الاكادير، وراح تكون جوهره اخرى ان شاء الله لولايه بومرداس. ان شاء الله لجنه مواهب شابه في هذا الموسم سجلت نجاح كبير من جانب التوسيع ودعم الانديه. نشوف انه هناك انديه مثل نادي ولاد موسى دخل غمار المنافسه والاحترافيه في التنظيم. ان شاء الله مزيد من التالق، ونتمنى ان شاء الله مزيد من النجاحات على مستوى رابطه بومرداس. طيب الان يعني بعد المشاركه بالنسبه لفئه الشباب، التحضير اكيد راح يكون بتاريخ 4 و5 جويلية كاين بطوله وطنيه خاصه بالاكابر. اكيد بالنسبه للمشاركه تاع فرق ولايه بومرداس، اكيد هناك مشاركه لعناصر ولايه بومرداس. نتمنى ان شاء الله نشوفوا نتائج جد مشرفه، انديتنا تحضر وان شاء الله يكون عندنا نتائج ايجابيه. طيب كيفاش يتم اختيار العناصر اللي حتشارك وتمثل الفرق؟ العناصر المتاهله في البطوله الولائيه هي اللي حتكون في البطوله الوطنيه، وما يخفاش هذه الكاس الوطنيه اللي حتبدا 4-5 جويلية هي فاصله من اجل انتقاء اخر العناصر لدعم التشكيله الوطنيه. اكيد يكونوا عناصر من بومرداس ما دام انك مدرب بالنسبه للمنتخب الوطني. ان شاء الله نتمنى بروز، لانه انتقاء عناصر المنتخب الوطني راح يكون امام الجميع، والناس كلها تعرف العناصر اللي راح تفرض نفسها في الميدان رسميا يتم استدعائها المنتخب الوطني. اكيد، وهذا الشيء اللي يميز رياضه الفوفينام ويميزنا ويعطينا اكثر مصداقيه واكثر شفافيه على مستوى الاتحاديه وعلى مستوى الفريق الوطني، هو انتقاء جميع العناصر، استدعاء جميع العناصر اللي يتحصلوا على المراكز الاولى في البطوله والكاس الوطنيه من اجل انتقاء منهم ابرز واحسنهم من اجل تمثيل الرايه الوطنيه. طيب بالنسبه لك احمد، هل ربما كاين عناصر حتشارك في هذه البطوله لفئه الاكابر بالنسبه لولاد موسى؟ الكاس الوطني فئه اكابر اوسط عندنا 8 رياضيين ورياضيات، 8 ذكور واواسط 11 اواسط ايناث. هم الان يعني كيفاش يتم الاختيار تاعهم بالنسبه لكم؟ تاهلوا في الكاس الولائيه. تاهلوا في كاس الولايه. هل الهدف تاعكم بالنسبه في هذه البطوله؟ سينيور نشوف هضره شويه وحضره واحده اخرى للاصغر. سينيور عندي اغلبيه رياضيين قدامى ان شاء الله، تم فيها نتيجه ان شاء الله. يعني عندهم خبره، يعني كاين رياضيه هذيك عندها عامين، عندها عام جديده في رياضه الفوفينا، وكاين رياضي واحد كان جديد عنده عام، اما بقيه الرياضيين كلهم قدامى. نتمنى نستناو منهم نتيجه، يعني تكون ميداليات ان شاء الله. ان شاء الله فيها خير. بالنسبه لك في ماضي 12 رياضي نسيت اواسط اكابر، وعندهم كما يقول لك نتائج من قبل،
شحال عدد الرياض؟ 12. وعندهم نتائج قبل معروفين على الساحه الوطنيه، ان شاء الله يزيدوا يحافظوا على التالق تاعهم. يعني تشوف بلي يكون تالق بالنسبه تاع فريق وليد بومرداس، يعني غير راح تكون فيها تالق وليد بومرداس، واكيد راح يكونوا ربما عناصر في المنتخب الوطني ان شاء الله. هذا ما نتمنى ان شاء الله يكون يعني عناصر زي تبرز اكثر واكثر باش تكون في قائمة المنتخب الوطني اللي راح تشرف ولاية بومرداس خاصة. وبالنسبة للتحضير لهذه المنافسة، هل هو يعني يكون برنامج خاص ولا يعني عادي بالنسبة لكم؟ أكيد البرنامج تاع التحضير بدا بعد الكأس الولائية اللي خذيناها بمدينة ياسر. مورا ديك تدينا البريباراسيون للناسيونال، لأن الرياضيين يعني عندهم اوبجيكتيف اللي هي يعني باش يكونوا في ليكيب ناسيونال باش يشرفوا المنتخب الوطني، وان شاء الله نتمنى لهم النجاح. طيب بالنسبه لكم صابر كمدير تقني لرابط بومرداس، لكن يعني يكون برنامج هناك اهداف مسطره، الشيء اللي تطمحوا ليه خلال سنه 2025 يعني على الاقل، يعني بعد يعني ما تم الاعتماد بصفه رسميه الرابطه، تالق تاع فريق ولايه بومرداس، مدرب وطني، الشيء اللي يخليكم ربما تعملوا من اجل الوصول اليه. والله يا اخي يوسف، نقدروا نقولوا احنا في نهايه الموسم. احنا اليوم نتكلموا على الحصيله السنويه طبعا والنشاط البيداغوجي للسنه الرياضيه، نظن انه نتائج شاهده للجميع، كل المدربين وكل الانديه سعداء بهذه النتائج اللي حققناها، لانه هناك انتعاش ونشاط سنوي رائع جدا واهداف بيداغوجيه سجلناها. نتمنى ان شاء الله مواصله نفس التألق في باقي السنوات، أننا مشروع أولمبي إن شاء الله. في هذا المشروع نكونوا مدينا شيء إضافي للمجتمع، وإن شاء الله مدينا أكثر تأطير لعدد الهدف النبيل والأسمى اللي نسعى للبلوغ إليه، هو تأطير أكبر عدد من الرياضيين ومن الشباب، لأنه نؤمن جيدا في رياضة بوفينام أننا نقدم شيء إيجابي للمجتمع، أننا نصنع الفرد الناجح في المجتمع، وهذا الشيء اللي يخلينا يعني نقوم بمهمة يعني نفتخر بها، وهي مهمة نبيلة. وهذا الشيء اللي يأمنوا به كامل المدربين، إنه نشوفهم يخدموا بإخلاص وبعمل جاد. ما يخفاش انه الوسيله البطولات والمنافسات هي وسيله لبلوغ الغايه، لانه حتى عدد الرياضيين راح يكونوا في البطولات ويكونوا ابطال عالميين يتعدوا على الاصابع، ما راحش يكونوا بزاف. لكن نقدروا نقولوا احنا اليوم على مستوى الرابطه نأطروا 1200 شاب على مستوى وليد بومرداس، ونطمح لرفع العدد ومضاعفته اكثر من اجل الوصول الى هدفنا النبيل، هو تقديم خدمات جميله للمجتمع. رغم نقص، نقدر نقول بالنسبه خاصه يبقى المشكل الكبير هو مشكل تاع نقص القاعات. اكيد نقص الامكانيات بصفه عامه، بالاخص يعني القاعات يعني اكيد يبقى عائق لعدد كبير من الفرق. يبقى كنتكلموا عن النقائص، نقدر نقولوا كل رياضه تعاني من النقائص، لكن الاهداف اللي تبنات عليها هذه المجموعه اللي تكونوا عليها هذه المدربين هي اهداف نبيله واهداف وطنيه. على كل حال في كل اجتماعات نتكلموا عليها اننا نقدموا نأطروا شباب يعني ننقذهم من آفات اجتماعية، ونؤمن أنه من أحيا كأنما أحيا الناس جميعا، يعني الإنسان اللي يفيد بنادم واحد في حياته كأنما أحيا الناس جميعا. إن شاء الله نكونوا في حسن حظ. طيب حتى شفنا رئيس الاتحاديه سيد يعني استاذ محمد جواز كذلك كان يعني ثمن مجهودات تاع المدربين ولا التأطير المؤطرين بالنسبه لفريق وليد بومرداس، ما خلى وجعل الفرق تاع وليد بومرداس يعني في كل منافسه رسميه تتألق. اكيد ما يخفاش انه اليوم ولايه بومرداس تحت اشراف رئيس الاتحاديه الاستاذ محمد جواج يسعى الى اعاده استقرار رابطه ولايه بومرداس واعاده بعث انديه ولايه بومرداس، لانه منتوج تكوين تخرج على مستوى انديتنا ومنتوج جد متالق ورفع الرايه الوطنيه ومد دعم كبير اضافه لرياضه البوفينام في الفضاء على المستوى الدولي. واليوم الحمد لله ضروره تغير يعني الاستراتيجيات العالميه، الانديه اللي تنافس والدول اللي تنافس على البطولات العالميه يعني مستوى جد متقدم، وهذا ضروري على انه الاتحاديه تعود
تجدد إعادة هيكلة التكوين على مستوى القاعدة على مستوى الأندية، ومن بين أبرز الأندية المكونة للرياضيين ولاية بومرداس. ويبقى الاعتراف كذلك من الاتحاد الدولي يعني مؤخرا يعني زيارات متتالية يعني كنت من بين احنا في ولاية بومرداس نشاركوا بشكل كبير على المستوى الوطني والدولي رياضة البوفينا وفي تكوين الرياضيين. نتمنى إن شاء الله إعادة بعث النشاط أكثر وتكوين اكبر رياضيين. ما يخفاش انه رئيس الاتحاد العالمي مر على الجزائر كضيف في عيد استقلال في عيد رياضه بوفينا، يعني عيد ميلاد بوفينا تاسيس بوفينا في الجزائر، وقال كلام يعني يوزن انه ادعو جميع الاتحادات القاريه والاتحادات الدوليه من اجل دراسه النموذج الجزائري ودراسة طريقة تسهيل الأستاذ محمد جواد من أجل بعث البوفينا على مستوى اتحاديته. وفي يعني الاتحاد الدولي في الاتحاد الوطني الاتحادية الوطنية ربما وجود عدد كبير من مؤطرين ولا يعني وجوه في بينهم تعني في هذه الاتحادية الجزائرية من بومرداس. أكيد أستاذ اليوم شيخ يوسف الاتحادية البوفينا نقدر نقولوا هي من الاتحاديات اللي تتميز على باقي الاتحاديات. الشيء المميز بالنسبه لي هي الرئيس. نقدروا نقولوا الاتحاديه الوحيده اللي عندها رئيس مؤسس. الاستاذ محمد جواج هو رئيس مؤسس والبوفينا من كومان بيبي جابوه كان وحده صغير واليوم يأطر 35,000 شاب. وين يعني تتزعزع الامور ولا يحس نقص يتغيض تقاس فيه، يعني هذاك الشيء الداخلي يخليه يعني يخدموا باخلاص هو اللي يخلينا احنا كلنا مستقرين وحنا يعني نحسوا بشعور خاص ويرسلنا الرسائل اللي تخلينا دائما نكونوا فعالين وايجابيين في الميدان. بقاتنا حوالي 6 دقائق يعني احمد واش الكلمه اللي تقولها في دقيقتين كمدرب لفريق ولاد موسى كبطل ربما كاهداف يعني. الشيخ صابر استاذ تحصل على الدرجه خامسه في فيتنام، حزام احمر درجه خامسه كنا تحدثنا استاذ ما ندو باينه بلي ندو الخبره منه اكثر من او قريب لينا بومرداس ما يضل معنا ندو الخبره منه. الحاجه الثانيه قلت له المشاكل اللي تعانوا منه. احنا عندنا مشكل واحد في الفوفينا ما يكرهوش انتم ما يكرهوش شو مدربين رياضيين دير له يعني دير التحدي باش يكمل ويزيد ويطيح وينوض ويروح ويكلاسي ويجي ويجيب لك نتائج حتى ما تامش كيف. علاش يعني خل الميزه هذه بالنسبه لكم الرياضه؟ ما باليش رفدناها من بكري حنا رفدناها هذه الميزه. دير له واش دير له تخليه بلاصه لا يونطريني برا يفرش طابي ما كاش طابي يونطريني هكذاك في غودرون يونطريني ويدير لك نتائج حتى ما تامش كيف. وشنو هذه الحاجه اللي انت كي تشوف شباب هكذا ما تزيد تفتح له الباب خليه هذا خاطر لو كان توفر له يمد لك حاجه ما حتى يماجينيها كاع. وان شاء الله فيها خير ان شاء الله في الكاس الوطنيه. وان شاء الله انا كمدرب نادي اتحاد بوفينا ولاد موسى حنشارك في الكاس الوطنيه يوم الجمعه اول مشاركه منذ 2018. انت شخصيا يعني 2018 مازال ما دخلتش في البطوله يعني راح تشارك؟ كان الفريق متوقف لظروف اول مشاركه ليا من 2018 نشارك في الكاس الوطني. الهدف تاعك انت الشخصي بالنسبه لهذه البطوله؟ الهدف تاعي هو ميداليه ذهبيه. نعاود نعيط لكم ونقول لكم الهدف ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله مرتبه اولى ان شاء الله يستدعى الفريق الوطني ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك احمد مريش مدرب نادي اتحاد بوفينا ولاد موسى. امين ماضي في دقيقتين بعد نختموا مع صابر. يوسف نشكرك على الدعوه هذه ونشكركم على الاستضافه هذه ونزيد نشكركم اكثر واكثر على المتابعه تاعكم لنشاطات رابطه ونشاطات انديه رابطه بومرداس. الحمد لله شباب ان شاء الله كنا شرفناكم ومدينا نتائج ايجابيه يعني من بدايه الموسم وحنا انتم تستدعونا باش نحضروا معاكم وكنا نعطيكم البرنامج باهداف ان شاء الله كنا حققناهم يعني كما وعدناكم ان شاء الله كنا عهدنا بالوعد تاعنا بالوعود تاعنا ان شاء الله مازال خير للقدام ان شاا الله. ونشكركم بزاف على. طيب بالنسبه للهدف تاعك يعني في هذه البطوله للاسف شد ما دخلتش الكاس هذه بسبب الاصابه اللي خلتني ما شاركتش في كاس الوطن. والهدف تاع الفريق من الاتحاد 15 هو يعني المحافظه على الالقاب كالعاده. المحافظه على الالقاب الهدف الوحيد هو المحافظه على اللقب. نحن كما قلنا نلعبوا على البطوله ما نلعبوش باش نشاركوا ان شاء الله بالتوفيق. اذا امين ماضي مدرب نادي بوفينا 15 صبر قندوزي المدير التقني لرابطه بومرداس البطل العالمي مدرب وطني في 4 5 دقائق
انا والله نضيف على واش قالوا المدربين، انه هدفنا النبيل وهدفنا الرئيسي هو تكوين تأطير اكبر عدد من الشباب وتكوين شبابنا، ويعني نشر مبادئ الرياضه واخلاقها من اجل تأطير يعني الرياضيين من عده جوانب، وتوفير يعني الفرد الناجح في المجتمع. وهذه شيء يعني يتعدى كل يعني التحديات وكل يعني الامور اللي حابين نوصلوها، يتعدى البطولات، يتعدى كل شيء. اليوم الحمد لله ما نشوفوا هاد المدربين اليوم تكونوا راهم يأثروا في شباب، يقولوا نادي أثر 450 رياضي، نادي أثر 500 رياضي. أنا شخصيا عندي شعور خاص اني انطلقت يوما ما في ولايه بومرداس كرياضي وحدي، نتوقف التدريبات ونقول وقتاش تعمر هذه الصاله التدريب. اليوم الحمد لله نشوف الانتشار، نشوف شباب تكون معايا اليوم يأثروا، اليوم اطاراتهم مدير الشباب والرياضه يسيروا منشات رياضيه، شيء يعني رائع. ونحس اننا لحقنا بالاهداف اللي كان يرسموها لنا المدربين والمشرفين والاولياء المستوى يعني القاعدي، شيء ينشروا لنا الفكر اننا نقدموا شيء نبيل في المجتمع، واليوم رانا نحصدوه ما شاء الله. طيب الصبر ما عندكوش ربما في البرنامج تاعكم تكون بطوله وطنيه هنا في ولايه بومرداس؟ اكيد حنا نسعى لتنظيمها، لكن ان شاء الله نحضروا لها من كل جوانب باش يكون حقيقه عرس وطني يبقى في اذهان جميع الجزائريين اللي حيشاركوا معنا هنا في الكاس الوطنيه ولا في البطوله الوطنيه. ان شاء الله يكون عندنا تنظيم جيد. وبعد ذلك ربما الهدف المسطر الابرز بالنسبه لكم كرابطه لبومرداس؟ من بين ابرز المشاريع هو مشروع نقدر نقولوا طويل الامد، وهو مشروع اولمبي من اجل اعاده هيكله ونشر البوفينام اكثر على مستوى 32 بلديه. اما في جانب يعني البيداغوجي، البطولات والمنافسات وامتحانات اجتياز الرتب هما وسيله لبلوغ هذه الغايه، وهما شيء ضروري ولازم نكونوا متفوقين باش نقدروا نقنعوا ونقدروا نستقطبوا اكبر عدد من الشباب. طيب يعني كما يقول لك انت راضي لحد الان منذ يعني تاسيس الرابطه بومرداس بكل صراحه؟ اكيد وانت موجود فيها يعني؟ اكيد، خاصه هذه السنه بغض النظر عن النتائج المحققه، يعني البروز تاع الرياضيين في فرقه بومرداس. اكيد خاصه هذه السنه. عندما نتكلم على السنوات الماضيه واوقات كانت يعني بوفينام في الرياضه على مستوى ولايه بومرداس كنت انا مدرب في الميدان. اليوم انا نشوف نتائج من طرف مدربين اخرين كانوا تلاميذ عندنا ودربوا اليوم ولا مدربين ابطال ربما وابطال وينقلوا الخبره تاعهم للشباب، واليوم راهم يخرجوا لنا ابطال. نقدر نقولوا تمره ذكيه تمره ذكيه، نشكرهم ونتمنى ان شاء الله يحملوا رساله الرياضه ورساله البوفينام، وهي بناء الفرد من شتى الجوانب، صناعه يعني تدريب على التحدي، القوة الإيجابية، يعني الفعالية في الميدان، يكون فرد صالح للمجتمع، وهذا شيء كبير. ان شاء الله بنشوفوا على الاقل يعني بطل اخر بالنسبه من ولايه بومرداس، بطل عالمي. البطولات يعني هي وسيله من اجل بناء الفرد في المجتمع. هذا احنا نعتمدوه وقانعين به، ويقينا اننا الوصول الى هذه المنافسات والبطولات من اجل استقطاب هذا الشباب، من اجل وضع هدف واضح نخليهم نشغلهم به، وفي الاخير يتقدم عندنا في عمر 12 سنه بعد 4 سنوات عودة اولمبيه حنقدموه للمجتمع. 17 سنه تعدى مرحله كبيره من الانحرافات الاجتماعيه، ونقدموه ان شاء الله انسان عنده رؤيه واضحه للمستقبل تاعو كانسان ناجح في المجتمع، رياضي او انسان اطار في المجتمع ان شاء الله. اذا بالتوفيق لك سيد صابر قندوزي، مدير تقني لرابطه بومرداس للبوفينام في فوضى، وكذلك مدرب وطني بطل عالمي. ان شاء الله نشوفك ان شاء الله في يعني تحقق ما تسعى اليه بالنسبه لهذه الرابطه، يعني كهدف شخصي ولا كهدف للجميع، كمكتب رابطه اللي ربما كما قلت لاول مره يعني تلقات يعني الاعتماد الرسمي للنشاط بقوه القانون. الحمد لله ان شاء الله. اذا ربما تحدي بالنسبه لكم. اكيد اكيد تحدي، هدف من بين الاهداف اللي كانت مسطره. اكيد اعاده هيكله الامور الاداريه، واعاده التسيير يعني الاداري الواضح للرابطه، ورسم الخطوط الطويله والعريضه مع المدربين والمؤطرين والمسيرين، لانهم هما الشيء الرئيسي في
في المشروع، وهما اللي حين ينفذوا المشروع يعني باناملهم وبايديهم. ونتمنى ان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق. شيء كبير نقوموا به في المجتمع ولا فرحانين به، ونتمنى ان شاء الله مزيد من التالق ولايه بومرداس ومزيد من البطولات ان شاء الله. بيتو غدا نشكرك كذلك السيد مريش احمد مدرب نادي اتحاد فوفينام لفريق ولاد موسى. ان شاء الله نكون جبنا ميداليه ذهبيه ان شاء الله. ان شاء الله راك واثق من الامكانيات رغم الغياب طويل شويه. من 2018 ماشي طويل 7 سنين جيل واحد اخر 7 سنين ان شاء الله. بالتوفيق كذلك امين ماضي لكل الفريق تاع فوفينام خميس الخشنه. امين ماضي ان شاء الله يعني استناونا يوم 4 15 بلا نتائج كالعاده ان شاء الله. يعني اصبحت يعني واثق كثير من الامكانيات ان شاء الله. شكرا موصول لناصر وفريد على هذا التقنيه والاستشهاد. يحييكم نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابقوا وفيا لبرامج اذاعه بومرداس. السلام عليكم. إذاعة بومرداس في هذا العدد